السلام عليكم إخواني أخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الشهادة غادي نديرها لوجه الله، لأن شت واحد الضجة كبيرة راه نايضة ما يسمى بلي ريزو سوسيو على أساس واحد الأخ اللي سميتو يوسف الزروالي. هاد الإنسان هذا عندي معرفة به يعني قريبة بزاف، معرفة تاع 7 شهور هكذا، 6 شهور 7 شهور، عبر ناس اللي نعرفهم، الناس اللي الأحباب ديالي والجيران ديالي واللي هما العائلة ديالو هنايا أكثر من 20 سنة فأزيد في ديار الغربة هنا في فرنسا. باش نقول لكم الإخوة الكرام والأخوات الكرام، منهم خديجة عبد المؤمن والأخ زين الدين مول النبتة، واحد الأخ خور سميتو محمد برطال على ما أظن. هادو الناس اللي راهم دايرين ضجة كبيرة في هذا المجال الاجتماعي. علاش؟ إلا كان في قضية الخير الإخوة تنافسوا على الخير، راه ماشي ممنوع ماشي حرام، الخير راه لابد فيه المنافسة حتى من الناحية الشرعية. رب العالمين كان يقول فليتنافس المتنافسون. أما إذا كانت من باب الحقد ومن باب الحسد ومن باب الغيرة فحرام عليكم، هذا الشيء راه لا يرضاه لا الله سبحانه وتعالى ولا العباد ديالو. السيد إلا كان كيدير شي حاجة على أساس أنه كيخدم الوطن ديالو، كيخدم أولاد الوطن ديالو، راه كيدير الخير لله سبحانه وتعالى، راه كيبغي الرضا ديال الله سبحانه وتعالى. اما في قضيه السرقه، السيد راه سرق باش بنى الدار، او السيد سرق باش شرى الطوموبيل، الاخوه الكرام خصكم ديروا واحد الحاجه. الانسان كما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا الإخوة الله يجازيكم بخير، الإنسان ماشي كيدير واحد الخير وكيتبعوه بالأذى وبالمن. ربما الإخوة اللي ذكرتهم آنفا راهم كيخدموا لله سبحانه وتعالى. ما تبطلش المسائل ديالك على أساس أنت 20 سنة ولا 15 عام ولا 10 سنين وأنت كدير الخير، تجي في التالي تقول مثلا واحد الكلمة كل شيء كيمشي هذاك الشيء هباء منثورا. وهل ما يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنسان بحال مجال تاع الخير مجال واسع، مجال واسع، والفقراء أعطى الله. راه ما دار، إلا ما كفاكش المغرب كاين الجزائر، إلا ما كفاتكش الجزائر كاين تونس، إلا ما كفاتكش تونس كاين موريتانيا، هود الإفريقية. مجال الخير مجال واسع. أما في قضية السيارة احنا كنشوفوا الأخ كيدور بالسيارة ديالو هنايا، وهذيك السيارة راه ديال الأهل ديالو، راه ماشي ديالو. والسيد 7 شهور غادي يجي من المغرب يشري بالسيارات ديال 65 مليون. وهذا الهبال هذا والسلطات الفرنسية راها ناعسة على يديها على اتقوا الله في أنفسكم. السيد راه كيدير الخير على أساس يعني اللي شفنا عليه حنايا، وهذه شهادة نشهد أمام الله أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنا جالس مع السيد واحد الخطرة جالو ميساج من هولندا، أخ كيعطيولو 1500 درهم، وراه لي مباشرة 1500 أورو، عفوا لأن رحنا هنا في فرنسا 1500 أورو. راه سي نورمال الا كان مثلا يدير دي ميساج ويقول للناس ويبين لهم، راه باش هذوك الناس اللي المنفقين في سبيل الله باش يرتاحوا. هذه تعتبر من الناحيه الشرعيه داخله في الصدقه العلانيه، على اساس ان الانسان حينما يتصدق ويعلنها راه لا باس، راه فيها انه يحث الناس على العطاء، وهو باش انه يبرئ الذمه ديالو امام الناس اللي كلفوه بهذيك الامانه باش عطاوها للناس الاخرين. والانسان يحشم شويه، يحشم على عرضه ويتقي الله في الناس. وفي القضيه ديال الاخ الميلودي وحنا اللي ما نعرفوش، انا ما عنديش علاقه به، ولكن يغيظنا الحال لانه اخ ديالنا ومغربي وكذا. الاخت اللي كتهضر له على الزوجه ديالو وكتهضر له لماذا؟ علاش؟ إلا هو الأخ دار شهادة في قضية السيد
واخا ما عرفوش. يا خصك تاتاكي هو يا اختي الكريمه شخصه، ما تاتاكيش الزوجه ديالو، لا تحاربين اهله، لان الزوجه ديالو ما عندها ما دارت لك. اتاكيه هو الى بان لك فيه العيب. الانسان هذا مساله غير مقبوله. وانت يبغي اللي اتاكي لك الاخت ديالك ولا الزوج ديالك وهو غايب عن الساحه. نسال الله باش هذه الشهاده تكون خالصه لوجه الله، وما علمنا الا بما فهمت، بما قلنا. والسيد نعرفوه منذ هذه الشهور القلائل، ونعرفوا عليه انه انسان وطني وانسان ديال الوطنيه، وكيحب الخير للمغاربه كاملين، وماشي غير المغاربه، كيحب الخير للمسلمين كاملين. حنايا ناس اللي نورمالمون خصنا نتحابوا فيما بيننا، خصوصا في قضيه الخير. هاد الناس هادو كياتاكيو الاخ من اعلى علاش؟ لانه ربما بان عليهم في هذا المجال الاجتماعي بكثره. لا كل واحد وغادي يربي اجره على حساب النيه ديالو، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. في قضيه السي محمد برطال، باش نقول لك واحد الحاجه، قضيه السرقه والدراهم ديال الايتام، وبان السيد بنى الدار ب 160 مليون. يا اخي اتقوا الله في انفسكم. واش السيد جاي 7 شهور انا لفرنسا عادي يبني الدار ب 160 مليون؟ الانسان ما خصوش يتكلم الا ما كانش عنده حجه ثابته. راه كيحارب عليها القانون وكيحارب عليها الله سبحانه وتعالى. قبل ما يحاربك القانون راه الله سبحانه وتعالى غادي يسالك على هاد البينه. كون ما تكونش عندك بينه راك سوف تلقى حسابا عسيرا من عند الله سبحانه وتعالى. راه الكلمه لا يضرب لها حساب، تلقي بصاحبها 70 خريفا في جهنم في النار والعياذ بالله. والانسان ما يبقاش يتهور في الكلام. الله يجازيكم بخير. الانسان الا كان باغي يدير الخير مجال الخير واسع، والايتام والفقراء لعلك ترضى. غير شنو الانسان راه هذاك الخير خص يكون خالصا لوجه الله. الا ندير الخير باش انا نبيكي دي جون، ولا ندير الخير باش انا نحرج ناس، ولا نطلق الغيبه على ناس، وندير الخير باش نمشي ندير به باش يوصلني لجهنم، هذا لا خير في هذا الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.